ويلكم باك تو ماي channel، ومرحبا لو اول مره تشوفوني. ده الفيديو اللي قبل الاخير ليا في الجامعه، فاوعى تكونوا زهقتوا. ده احنا خلاص بنودع الجامعه ودي ايام الاخيره فيها، ولسه عندي مناقشه مشروع تخرج وايام امتحانات. وبجد الواحد مش مصدق ان هو بيمتحن اخر امتحانات في حياته. ده بقى الروتين بتاعي بتاع الجامعه. بصحى بدري علشان الحق الباص بتاع الجامعه، ولازم اول ما اصحى اكل حاجه. فده لزوم الطريق. الصبح بصحى بالعافيه بجد، اللي هو مش عارفه ليه ببقى مضمضمه. وبجد اول ما بنزل الجامعه بحس انه خلاص بقى عادي، ببقى متحمسه عادي. المحاضره هتكون عن ايه، وهقابل مين، واتكلم مع مين، واقعد مع مين، واليوم هيمشي ازاي. فمش عارفة ليه بابقى الصبح مضمضمة كده. وعامةً لمّا باسمع حد بينقل تجاربه وخصوصًا في الbusiness بتاعه وبينقل لنا خبرة، بابقى باسمع وأنا متحمسة، اللي هو قُل، قُل كل اللي عندك، أنا عايزة أسمع. وبجد دي من الحاجات اللي هتفرق معايا الفترة الجاية، إن أنا سمعت وجه الوقت اللي أنا هانفذ فيه الكلام ده على حاجة خاصة بيّا أنا. فبجد كل الsession اللي أنا حضرتها مع دكتور مدحت ياسين استفدت منها كلها، وكلها خلّتني أركّز في حاجات أنا ما كنتش متوقعة إن الحاجات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الbusiness دي ليها أهمية بالحجم ده. كل الحاجات الصغيرة فعلًا بتفرق. كل حاجة كبيرة ليها علاقة بالbusiness والشغل عمومًا. بس اول ما دخلت يا اسطى لقيتهم والله كويس جدا جدا. انت مروقه نفسك روقان. بس انا ما اكذبش عليك، انت يعني اللي جنبك ما اكذبش عليك، انا نفسي اعمل زيك بس مش نافع. وخدنا الجزء الأول من الsession، وبعدها خدنا البريك واتفقنا إحنا بنعمل كل حاجة إحنا عايزينها في البريك. بنقابل صحابنا وبنتغدى وبنشرب الشاي، بنعمل كل حاجة حرفيًا، وبنرجع بقى تاني للsession بتاعتنا. ده بروسس، مش احنا قلنا لازم تبقى عندك بروسس؟ ده البيزنس ديفلوبمنت بروسس. وعامةً ده كان بيحصل لو إحنا دخلنا بعد البريك وما بقيناش active مع الدكتور والناس بدأت تنام، فده كان ده اللي بيحصل. Cactus Egypt. Cactus Egypt. بعديها خدنا بريك بسيط كده. وتقولوا لي ايه اكتر حاجه بتكرهيها، اقول لكم ان الموبايل يفصل، لان بجد الموبايل بيفصل في اوقات غير مناسبه بالمره. هنا كان ممنوع حد يشرب، بس انا عطشت فجاه وكان لازم بجد اشرب. مش عارفه ليه لما حد بيمنعنا اننا نعمل حاجه ببقى عايزه اعملها. هي مش بتبقى مقصوده، لكن بجد لما قالوا لي ما ينفعش حد يشرب حسيت بجد ان انا عطشانه قوي، وحاسه ان انا لازم أنا اشرب. حاسه ان انا لو ما شربتش هموت، مع ان ده ما كانش هيحصل، بس اللي هو ما حدش يمنعني من حاجه وانا اسكت. بحس ان انا لا عايزه اعمل حاجه. مش عارفه ده بقى انا اللي بحس كده، ولا اي حد بيتمنع من اي حاجه بيبقى عايز يعملها. بعديها كملنا السيشن بتاعتنا عادي، وبعدين خلصت. كل الناس اللي بتبقى عايزه تسلم على الدكتور او تتصور معاه او يسالوه في حاجه او يسالوه في اي حاجه ليها علاقه بشغلهم، كان بصراحه بيرحب وبيشارك بخبرته ما شاء الله. بصي، انت عارفه ان انت بتعمل بنتي صح؟ اه، عارفه ده ولا مش عارفه؟ يعني بتمنى لك تبقي احسن واحده في الدنيا. ربنا يخليك يا دكتور. اللي بيزعلني ان انا بيبقى نفسي لو في لو في واحد هيتطور ويتحسن ده عندي بالدنيا كفايه. اه. بس الطمع في الله وكرم الله ان ربنا حاططني في الموقف ده. اه. انا سايب الشغل بتاعي من يوم السبت. اه. لو شفتي كم الايميلات وكم الرسائل وكم المكالمات اللي بتجيلي علشان في لازم نبقى موجودين وفي تحديات كتير قوي، انا سايبها. سايبها ليه؟ عشان علشان عندي امل في الله كبير ان اكبر عدد منكم نستفاد. هيفهم خلاصه اللي انا بقوله. هم ما وصلوش لمرحله ان هم فاهمين ان ده خلاصه، صح. لسه مش فاهمين. بعديها بقى خلصنا السيشن بتاعتنا وطلعنا، وبجد بحب قوي اطلع والاقي وقت الغروب. بنبقى خلاص خلصنا السيشن بتاعتنا الساعه 6، وشكل الجامعه من بره بيبقى شكله تحفه بصراحه. وقت الغروب ده من احلى الاوقات اللي انا بحبها جدا. بحب اتفرج على شكل السماء وشايفين مع الشجر. بعديها بقى بنركب الباصات بتاعة الجامعة، وبجد الناس اللي هتعرف معنى اني بنقل من مكان لمكان او من سكن لسكن هتعرف يعني ايه معاناة ان انا اشيل شنط وانا رايحة وانا جاية. بجد بتبقى معاناة تانية خالص. ونزلنا عند اقرب محطة مترو، بعدها ركبت المترو ونزلت عند صاحبتي اللي كنت رايحة عندها. الحمد لله، معنى ان انا في الاسانسير معنى ان انا وصلت. وعايزه اقول لكم انتوا ممكن تشوفوا اليوم في دقيقه، في اتنين، في تلاته، في 5 دقايق مثلا، لكن بجد اليوم بيبقى فيه تفاصيل تانية كتير قوي. هنا شذا كانت بتحاول تقنعني ان انا اشرب شاي، ولما اعترضت قالت لي لا تشربي عافيه عادي.
وهنا اشرب 2 شاي، ده معاك انا بنسى همومي جنبك ما افرحش ازاي، شيلي نضرب طاجن بامية. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يجيلكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد.